في قاعدة مهمة جدا بتقول انت بتجذب ما انت عليه. يعني ايه؟ يعني لو انا من جوه متزن نفسيا هجذب علاقات متزنة نفسيا، ولا انا مبسوطة هجذب شريك حياة يزيد انبساطي، ولو انا عندي ألم نفسي هجذب لحياتي شريك يزود الألم النفسي. طب لو انا عندي تروما مش ظاهرة، لو انا عندي صدمة نفسية مش ظاهرة، بالطبع طبعا هتجذب نفس الشيء. عشان كده محتاجين ان احنا كلنا ندور تاني عن الأمان النفسي جوانا وارجع لمصدره، وابتدي أحل النقطة دي في حياتي، عشان مع الوقت لا أجذب لحياتي شخص بيكذب، ولا شخص بيخون، ولا شخص بيظهر ويختفي، ولا شخص متردد. فلما أشتغل على نفسي فعلا كل الحاجات دي تختفي من حياتي. فأول خطوة عشان أخرج من الدايرة دي مش إن أنا أكره الخيانة أو إن أنا أقفل قلبي وما أخشش في علاقات تانية، بس إن أنا أفهم أساس الدايرة دي عندي فين، وإيه اللي بيخليني أجذب النمط ده من العلاقات، وإيه اللي جوايا بيخليني أدخل علاقات وأقبل بأقل من اللي أستحقه. فلما يتغير أصل القصة جواكي بالطبع هيغير في اللي هيحصل بره. هنتكلم أكتر الفترة الجاية عن الاحتياجات النفسية تاني للراجل والاحتياجات النفسية للست، وإزاي يكون شكل العلاقة الصحية ما بينهم هما الاتنين. أشوفكم على خير في فيديو جديد الفترة اللي جاية.